تخيل لو قلتلك إن خاتم الألماظ اللي في إيدك ده أو اللي بتحلم تشتريه ملوش أي قيمة حقيقية في حد ذاته، وإنه مجرد حتة كربون مضغوطة كانت ممكن تتباع بتراب الفلوس لولا كذبة عبقرية صدقها العالم كله لمدة 100 سنة. إحنا النهاردة ما بنحكيش تاريخ، إحنا بنحكي عن أكبر عملية تلاعب سيكولوجي في تاريخ البشرية. إزاي قدر شوية مليارديرات يقنعوا ملايين البشر إن قطعة حجر هي رمز الحب الأبدي، وإن قيمتك كراجل قدام خطيبتك بتتحسب بمرتب 3 شهور من تعبك، كل ده عشان يملوا خزاين شركة واحدة. وهي دي الحكاية اللي هنعرفها النهاردة، حكاية بتكتبها البشرية ما بين سطر وحضارة، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الألماس ده عبارة عن إيه أصلا؟ هو ببساطة عنصر الكربون اتعرض لضغط وحرارة مرعبة في باطن الأرض من ملايين السنين. تاريخيا أول ما اكتشفوه كان في أنهار الهند والبرازيل من آلاف السنين، وكان نادر جدا لدرجة إنه كان حكر بس على الملوك والأباطرة، مش كزينة وبس، ده كان بيعتبر تميمة للقوة والشجاعة. لكن في سنة 1867 كل ده اتغير. طفل صغير في جنوب أفريقيا لقى حجر بيلمع على ضفة نهر أورنج. الحجر ده طلع ألماظة وزنها 21 قيراط. وبعدها بكام سنة اكتشفوا منجم كيمبري العظيم. فجأة الأرض بدأت تطلع ألماظ بالأطنان، فالألماظ ما بقاش نادر. وهنا المستثمرين الإنجليز اللي كانوا هناك وقعوا في ورطة العمر. ليه؟ لأن المنطق الاقتصادي بيقول لو العرض زاد السعر ينهار. لو الألماظ بقى متوفر في كل مكان قيمته هتبقى زي أي اكسسوار رخيص، وكده استثماراتهم اللي بالمليارات هتروح في الأرض. في وسط القلق ده ظهر واحد إنجليزي اسمه سيسل رودز، وده سياسي ورجل أعمال بريطاني. ظهر بقوة في تمانينات القرن 19 كواحد من أشرس وجوه الاستعمار. وده ما كانش مجرد مستثمر، ده كان بيفكر بعقلية الاحتكار المطلق monopoly. يعني إيه؟ يعني عشان تسيطر على السعر لازم تسيطر على كل المناجم في العالم. وده اللي عمله فعلا لما أسس شركة دي بيرز سنة 1888. رودز كان عبقري وشرير في نفس الوقت، اشترى كل المناجم في جنوب أفريقيا، وبقى هو اللي بيقرر مين يشتري وإيه اللي ينزل السوق. فكر في فكرة الندرة المصطنعة، يعني أنا عندي مخازن مليانة ألماظ بس هطلع منها بالقطارة للسوق عشان أوهم الناس إنه لسه نادر، وبالتالي يفضل سعره غالي. غايته كانت بسيطة، التحكم الكامل في الثورة العالمية للألماس وتوجيهها لجيبه بس. بعد موت رودز الشركة واجهت أزمة في الثلاثينات بسبب الكساد الكبير. أزمة اقتصادية عالمية خلت الناس مش لاقية تاكل، فمين اللي هيشتري ألماظ؟ هنا دي بيرز عملت حركة خبيثة، راحت لوكالة إعلانات في نيويورك NWRs عشان يغيروا عقلية البشر. الوكالة دي بدأت تنشر صور لمناظر رومانسية وقصص حب خيالية في المجلات، وبدأت تبعت محاضرين للمدارس الثانوية يشرحوا للبنات إن الألماظ ده هو حلم كل عروسة، لحد ما وصلوا لخطة عبقرية لربط الحجر بالمشاعر اللانهائية. سنة 1947 ظهرت أشهر جملة في التاريخ: A diamond is forever، الألماس للأبد. والهدف هنا سايكولوجي بحت. أولا منع البيع، يعني لو فكرت تبيع الألماظ المستعمل قيمته بتقل جدا، عكس الذهب اللي هو أصلا مخزن قيمة حقيقية. هم أقنعوك إن الألماظ ذكرى لا تباع عشان يفضلوا هم المصدر الوحيد للألماس الجديد في السوق. ثانيا ربط الرجولة بالسعر، هم اللي اخترعوا قاعدة مرتب 2 أو 3 شهور تمن الخاتم، لو جبت خاتم رخيص يبقى حبك رخيص. وعشان السيطرة تكمل كان لازم أيقونات العالم وقتها يلبسوه عشان الكل يقلده، فاستغلوا ممثلات زي مارلين مونرو في فيلمها A Diamond Are a Girl's Best Friend سنة 1953 وإليزابيث تايلر عشان يزرعوا في دماغ كل ست إن الألماظ ده هو قمة الأنوثة والوجاهة. الموضوع ما كانش نفسي بس، دي بيرز استفادت ماديا بإنها قضت تماما على سوق الألماظ المستعمل، وضمنت إن إنتاجها الجديد هو اللي شغاله بس. ده غير إنها بقت المتحكم الوحيد في البورصة العالمية للألماس، يعني حرفيا كانت بتطبع فلوس من حجر موجود في الأرض. ودلوقتي بقى نقلب الصفحة ونشوف الجانب المظلم.
الألماظ اللي بيلمع ده اتسمى الألماس الدموي Blood Diamonds، والاسم ده مش مجاز، ده حقيقة. ففي دول زي سيراليون، ودي موجودة غرب أفريقيا، وأنجولا، المستعمرين والشركات الكبرى زرعوا الفتنة عشان يسيطروا على المناجم. ففي التسعينات قامت حرب أهلية مرعبة في سيراليون بسبب صراع على السلطة والموارد، وبطلها كان جماعة متمردة اسمها الجبهة المتحدة الثورية RUF. ودي جماعة مسلحة هدفها كان السيطرة على مناجم الألماس لتمويل عملياتهم. المتمردين دول كانوا بيجبروا السكان المحليين الفقراء المستعبدين في أرضهم إنهم ينقبوا على الألماس تحت تهديد السلاح، وعشان يضمنوا إن مفيش حد يعارضهم كانوا بيعملوا حفلات بتر أطراف، يقطعوا إيدين ورجلين الأطفال والستات عشان يرهبوا الشعب ويشغلوا الباقي عبيد. الألماس ده كان بيتباع في الخفاء لشركات عالمية مقابل سلاح كلاشينكوف عشان الحرب تستمر والمناجم تفضل تحت إيديهم. والشركات الكبيرة كانت عارفة ده كويس، كانوا بيخلطوا الألماس ده في مراكز التبادل في بلجيكا، مركز التجارة العالمي، وإسرائيل. وهنا لازم نوضح إن إسرائيل من الخمسينات والستينات بدأت تبني صناعة ألماس ضخمة. في التسعينات كانت خلاص بقت مركز عالمي لتصدير الألماس المصقول، وده لأنها بتملك تكنولوجيا تقطيع متطورة جدا خلتها المغسلة المفضلة للألماس المشبوه عشان يغسلوا أصله الدموي ويطلع للمستهلك نظيف ورومانسي. الهدف من ده كله ببساطة هو الربح الفاحش بأقل تكلفة ممكنة. طول ما الدم بعيد عن عيون الزباين في أوروبا وأمريكا، المليارات هتفضل تتضخم. لما الفضايح دي طلعت للعلن، خاصة بعد تقارير منظمات حقوقية وأفلام وثائقية كشفت المجازر دي، العالم ضغط وبدأت الشعوب تقرف من سيرة الألماس، فخافت الشركات على مبيعاتها. فطلع حاجة اسمها نظام كامبري بروسيس سنة 2003. ده نظام دولي طلعته الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المنتجة، والمفروض إن هو بيصدر شهادة تضمن إن الألماس ده مش جاي من مناطق حروب. بس الحقيقة الثغرات لسه موجودة، والتهريب لسه شغال، والمليارديرات لسه بيعرفوا يلفوا ويدوروا. الهدف من كل الهيلمة دي كان تهدئة الرأي العام مش أكتر، عشان الوهم الأبدي يفضل شغال. وهنا بنشوف سيكولوجية الملياردير اللي اتكلمنا عنه قبل كده. فالشخص اللي المليار عنده مجرد رقم، والدافع الحقيقي وراه هو الأنا المتضخمة، هو مش محتاج فلوس تانية، هو محتاج يثبت إنه الأقوى والأوحد والمسيطر على موارد الكوكب. هو بينافس نفسه في لعبة الخلود من خلال السيطرة على أغلى ما يملكه البشر، مشاعرهم وأرواحهم، عشان يفضل المليار عنده رقم بيزيد على حساب أرواح ناس ماتت وهي بتدور على حجر هم مش مسموح ليهم حتى يلمسوه. ففي النهاية الألماس ده حجر جميل مفيش شك، بس قيمته الحقيقية هي القيمة اللي احنا صدقنا إنها موجودة. فالمليارديرات مش بيبيعولك حجر، هم باعولك فكرة وسيطروا بيها على قلبك ومحفظتك. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.